أعلن الحرس الثوري الإيراني عن توقيف 8 أشخاص يشتبه بتورطهم في التعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وأشار البيان إلى أن المعتقلين قد زودوا الموساد بمعلومات حساسة تتعلق بمواقع استراتيجية وأسماء مسؤولين عسكريين كبار في إيران. إيران تعلن اعتقال 8 أشخاص بتهمة التعاون مع الموساد الإسرائيلي، وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب الهجوم الذي استهدف منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي ضمن عملية إسرائيلية، وأسفرت عن مقتل قيادات بارزة وتدمير بنى تحتية نووية. ووصفت طهران العملية بأنها الضربة الأقصى التي تتعرض لها منذ الحرب الإيرانية العراقية. وأوضح الحرس الثوري أن الموقوفين خضعوا تدريب متخصص من قبل الموساد عبر الإنترنت، وأنه تم إلقاء القبض عليهم في شمال شرق البلاد قبل تنفيذ أي هجوم. وذكرت السلطات أنه تم العثور بحوزتهم على مواد متفجرة وقاذفات صواريخ وأجهزة تفجير. في السياق ذاته، كثفت إيران حملات الاعتقال عقب العملية المذكورة، حيث أوردت تقارير محلية توقيف أكثر من 21,000 شخص خلال أقل من أسبوعين بتهم تتعلق بالأمن القومي. من جانبها، قالت وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل تراقب تطورات القضية عن كثب، خاصة بعد تصريحات إيرانية تعترف بوجود اختراقات أمنية.